وقت أذان المغرب اتفاجئ أهالي منطقة الخنكة التابعة لمحافظة القليوبية بصوت صرخات. بدأت الأهالي تتجمع وتطلع علشان تلاقي أو تشوف إبراهيم الشهير بدبدوب الظاهر قدامكم في الصورة دوت جثة هامدة بعد ما اعتدى عليه جيرانه بسبب خلافات قديمة بيحكيها والد إبراهيم، وبيقول إن من فترة أنا كلمت حسام ما يوقفش بالتوك توك تحت البيت ويبيع مواد مخدرة وممنوعات، ونبهت عليه اكتر من مرة انه ما يعملش كده علشان في بنات وستات داخلين وطالعين للشارع وللعمارة وان كده ما يصحش. ومن وقتها وهم متربصين لابراهيم ولوالده. والد ابراهيم بيقول للمصري اليوم ان انا حاولت ادافع عن ابني لكن للاسف ضربوني بالمطاوي والاسلحه البيضاء. والد المجني عليه ابراهيم بيقول حفيدتي بنت ابراهيم كانت رايحه هي وبنت عمها يشتروا حاجات للبيت، اعترضهم حسام وابنه وحاولوا يعتدوا عليهم وقطعوا ملابسهم. ولما رجعوا لابوهم رحمه الله عليه ابراهيم المجني عليه وقالوا له حصل كذا كذا، الاب قال لهم اطلعوا دلوقتي حالا، تطلعوا على مركز الشرطه تعملوا محضر بالواقعه. البنات في الطريق وهم رايحين علشان يعملوا المحضر ما لحقوش يعملوا المحضر، تقريبا فوجئهم ان ابراهيم توفى. طبعا تم القبض على المتهمين وحبسهم على ذمه التحقيقات. طلبت النيابه العامه من الطب الشرعي تحديد اسباب الوفاه، اللي في المبدئي قالت ان في اصابات نتيجه لتسع طلقات خرطوش اطلقت عليه. والده او والد ابراهيم رحمه الله عليه بيقول انهم ما اكتفوش انهم يخلصوا عليه او انهم خلصوا عليه بالفعل بالخرطوش، انهم فضلوا يضربوا ويمثلوا بجثته وضربوه بالمطاوي وبالشوم عشان يتاكدوا انه توفى بنسبه 100%. للاسف الظاهره دي او النوعيه دي من الحوادث بتتكرر كتير جدا خاصه في الاحياء والمناطق الشعبيه. انا بتمنى من السيد وزير الداخليه تجديد الرقابه او تجديد الامنيه في المناطق اللي زي دي. دلوقتي بيتم استخدام التكاتك لبيع المواد المخدره كتير، بنشوف دوت في النواصي وفي الشوارع في مناطق كتير جدا. للاسف بتكون الضحيه ناس غلابه. ابراهيم اللي توفى في الواقعه اللي بنحكي عنها دوت راجل ارزقي على باب الله، عنده 4 اولاد، عنده 3 ولاد وعنده بنت اللي هي عروسه ديت، رحمه الله عليه، ربنا يتولاهم برحمته وان شاء الله حقهم هيرجع. ونتمنى ان يكون في تجديد وقبضه امنيه شديده علشان نتخلص من النماذج اللي زي المتهمين الموجودين. ان شاء الله حق ابراهيم راجع وان شاء الله عندنا ده وزاره الداخليه قويه جدا. للاسف في كتير زي ابراهيم بيروحوا ضحيه النوع ده من البلطجه، وللاسف اوقات بيكون القانون عاجز عن حمايه الانسان في ظروف معينه. يعني علشان اكون كده صريح ونتكلم ببساطه، اوقات حضرتك بتواجه تهديد من شخص ما سواء جارك او زي الحاله اللي احنا بنتكلم فيها كده، علشان تروح تعمل محضر ويفعال وانه يكون مثمر وانه يقدر يوصلك لحاجه في النهايه لازم يكون بيك اصابات. يعني مجرد التهديد او الوعيد ما يكفيش. للاسف لو رحت عملت محضر من غير اي اصابات او تقرير طبي هيكون محضر اداري ويتحفظ. فللاسف يعني اتمنى ان ده يتم تعديله ويكون فيه اجراءات اقوى من كده واسرع من كده علشان الناس تعيش في امان وما يكونش فيه النماذج اللي موجوده زي اللي شفناها للاسف في القضيه ديت بلطجه وارهاب. والله المستعان. وانا وعد ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.